بسم الله توكلنا على الله. يا صباح الخير وصباح النور والسرور، مرحبا بكم فيديو جديد. كنتعطل عليكم، غير سمحوا لي مع الخدمه مع يلاه كنقدر نوفر واحد الفيديو في السيمانه. ومرحبا بكم. كنقول لكم هذا الفيديو زوين، غادي يكون بحال الفيديو اللي فات تقريبا، زوين غادي يعجبكم. وانا جد فرحانه انه عجبكم الفيديو اللي فات. وبالنسبه للناس الجداد كنقول لكم مرحبا بكم والف الف الف مرحبا. جد فخوره بمتتبعات بحالكم، جد فخوره بان عندي متتبعات زوينات ومربيات ما شاء الله. لي كومونتير زوينين كاملين زوينين. الله يحفظكم كاملين ولا يسر لكم ان شاء الله. يوم جديد ان شاء الله غادي نبديه انا وياكم كالعاده. صراحه قليل فاش كنوصل انا جنان هشام اللي كيوصلها، من غير الا كنت محتاجه انني نخرج نحل عينيا مزيان باش ما نوليش النعاس وباش نشري شي حاجه اللي خاصني بحال هكا. كندير بروغرام، كنوجد شنو غادي ندير للغدا وشنو غادي ندير للعشاء. ولا كانت خاصني شي حاجه دونك غادي نوصل جينا للقرايه، نفوت نتقدى ونجي صافي. كندخل كنوجد فطوري. اليوم هشام صايم ودونك غادي نفطر غير راسي. جينا درت لها اللانش بوكس ديالها، غادي ينوض باباها وغادي يديه لها وهو سخون، يعني حتى الوقيته تاع 12 وكيديه لها سخون. وهو غادي نوجد له حتى هو فطورو باش يديه معاه حيتاش كيفطر في المحل، وانا غادي نقضي بداك الشيء باللي كتب الله. بما ان هشام كيصوم كل اثنين وخميس، فخاصني ضروري نوجد راسي كل اثنين وخميس ندير البروغرام ديالي. خاصني ندير له الفطور ديالو، والفطور ديالو خاصني ضروري نكون ندير شي حاجه اللي نخليها ليا حتى انا الغدا ديالي لما كنتش صايمه. فلهذا اليوم قلت ندير يا لاصوص شي حاجه بلاصوص، يا سوسيسون بلاصوص ولا كفته بلاصوص. المهم داكشي اللي كتب الله اللي كان عندي درت سوسيسون. هو غادي نديرو له في واحد لي بواط يديه معاه، كاين قدامه وحده عندها المحلابه دونك حتى يودن المغرب ويدير لها هذيك لاصوص تسخنها له تهرس عليها البيض وهو ها هو فطر. وهنايا جيت عصرت له حتى اللتشين، غادي ندير له واحد العصير اللي يديه معاه. عصرت له اللتشين، طحنت معاهم لي فريز والبنان، وغادي ندير له الخبز ديالو، وغادي ندير له ديك لاصوص في واحد تغمو بحال هكا باش تبقى شويه سخونه، واخا هادو ما كيشدوش صراحه الحراره. وصافي لا يتقبل. هنا البنات كنت مشيت للمرجان تقديت دوك لي بواط اللي كانوا ديجا عندي منهم، كانوا مازال باقيين لي كالكو بواط، زدت منهم باش هكا نقد انا وياكم هاد المجر هذا نتاع التقديه. شوفوا كيف كان عندي مرون حالته حاله، ورمضان ما باقي له والو. واي حاجه كانت عندنا البنات راكو عارفين كانت عندنا مقاده مصايبه منظمه مزيان غادي نربحوا بها الوقت. انايا شديت هذاك لو برودوي ا بي سي، كيعجبني بزاف صراحه. اكثر الحمامات زوين، هو ما تحتاجوش انكم تغسلوه، يعني غير بخي ومسحي فقط. وصافي البنات مسحت المجر ديالي مزيان ودزت هنايا غسلت كلشي لي بواط اللي كانوا عندي مع الجداد مع كلشي غسلتهم باش هكا نعاود نقاد فيهم تقديه. بالنسبه لهاد لا ماتيغ تاع هاد لي بواط اللي هي القرن ولا مهم بلاستيك داك القاصح، حاولوا البنات ملي تكونوا تغسلوها ما تغسلوهاش بالبلاصه الحرشه، يعني غير بليبونج فقط. وحاجه اخرى ما ديروش الملحه فيهم لانهم كيضيعوا. انا غادي نوريكم واحد ها نتوما تشوفوا كيضيعوا بالملحه، دونك ما ديروش الملحه باش تحافظوا على التقديه ديالكم باش ما ديرش الدوده. ديروا غير فقط ورقه نتاع الرند وصافي، ولا ورق سيدنا موسى صافي هذا مكان. هنا البنات غادي ندوز انا وياكم نقاد كلشي التقديه ديالي في اللي كانت عندي واللي قسم الله، وكل واحده البنات راه خيره في دارو اللهم لك الحمد. صافي غادي نقاد كلشي في المجر على هاد الطريقه. صراحه كيجي كلشي منظم، كيجي كلشي باين. سورتو هاد لي بواط البنات زوينين بزاف، لان سورتو الا كنتو دايرين في المجر كيبان لكم الداخل وشنو راه كاين بلا ما ديروا لا التيكيتات ولا حتى حاجه. بالنسبه للثمن ديالهم صراحه زايد في الثمن. انا غير كملت عليهم حيتاش ديجا كانوا عندي، خاصني ضروري نمشي على نفس لو تيم. اما هما صراحه ندمت عليهم على حاجه وحده، هما زوينين ولكن ندمت على حاجه وحده، هو انهم غاليين. كيدير 45 درهم لهداك اللي فيه يطرو 75، واللي فيهم هادوك الكاريات الطوالين اللي غادي نحطهم في الاخر البنات هنايا في المجر اللي هما هادو كيديروا 52 درهم لا بياس. فالبنات جاوني صراحه قاسحين. راكو عارفين انا كنت كل مره نشري شويه، كل مره نشري بياسه زوج هاد المره كملتهم. صافا البنات هنايا خليتكم غادي نمشي نبدي الخدمه ديالي ونتلاقى انا وياكم نوجدوا واحد الكيكه زوينه بزاف. شكون
زينب دفعي الباب. بالنسبه للكيكه ديالي فهي كيكه جد بسيطه وزوينه وكتجي لذيذه بزاف، اللي كنديروها من بكري وصافي البنات. 4 تاع البيضات اللي كيكونوا في درجه حراره المطبخ، كاس نتاع العنبه تاع السكر، وواحد الفاني ولا هاد الساشي نتاع زهره البرتقال كيجي لذيذ في الكيكات، وكاس ضفت لهم كاس نتاع الزيت، وواحد الحك نتاع دانون كما كان فاني ولا بنان ولا، والتشينه حكيتها درت لو زيست ديالها وعصرتها وصافي البنات. هنايا غادي نغربل الدقيق ديالي مع واحد 2 خمارات حمر اولا خمارات كيميائيه. المهم غادي نغربلهم. صراحه بالنسبه للدقيق مانيش عارفه، انا كندير عيني ميزاني ملي كيتقال معايا الخليط صافي كنعرفوا راه وجد. هنايا البنات كنحط الباطور الكتريك وكنبقى ندير غير بالفويه تاع اليد هكا باش البيض ديالي ما يهبطش وتجي زوينه. باش البيض ما يهبطش البنات ما ديروش الباطور الكتريك من تكونوا تضيفوا الفرينه. صافي البنات الفران كيكون سخون على درجه حراره 180 مشعول غير من التحت بالفرفاره. مده 30 دقيقه كتكون واجده. كنخليو المول ديال كنخليوها في المول ديالنا تبرد واحد شويه، عاد نديموليوها باش هكا ما تضيعناش في وسط المول. الكيكه ديالي وجدات، ها هي. صراحه ما وريت لكمش طريقه تاع التزيين، كنت مزروبه كانت عندي الخدمه. المهم طريقه التزيين درت لا كريم باتيسير لتحت وهادو دي بتي زورونج هكا المرصيات تاع التشين. درت لي زاموند كونكاسي من الفوق وزينتها شويه هكا بالشوكولا وصافي. هذا ما كان. هانتوما شوفوا كيف جات زوينه ياكم. المهم المذاق مازال ما ذقناها مي كيكه عاديه وصافي العاديه وصافي، حيتاش عندي جنان صراحه. حتى انا وهشام كتعجبني كيكه عاديه بلا شوكولا بلا حتى شي حاجه، غير بلا فاني وصافي. البنات انا جيت نكمل معكم لا فيديو. غادي نبان لكم في المرايه نتاع الفور بلي راني عاد بالطابليه تاع الخدمه. قلت في الساعه كملت الخدمه قلت نكمل معكم فيديو باش نحط لكم هكا باش ما نتعطلش ونجاوبكم على الاسئله بخصوص الفور. البنات القدامات اللي معايا اللي متبعيني قدامات عارفين بانه كان عندي واحد الفور اخر بلا ما نذكر البنات الاسم ديالو. المهم كان عندي واحد الفور اخر وصدق لي زيرو يا البنات، بقى كيخرج لا فابور من هنا. وانا من هنا نعطيكم واحد النصيحه البنات، الا الفور شريتوه بقى كيخرج لكم لا فابور من هنا بلا ما رديه لبلاصتو. سورتو الا كنتي شريتيه بلا غارونتي عرفتي غير رديه لهم، راه هذيك فيه ديفو، كيكون فيه ديفو. بالنسبه بدلته وزدت عليه الفلوس وخديت فرانك. بالنسبه للثمن البنات تاع فرانك، المهم راكم عارفين الاثمنه تاع فرانك كيكونوا طالعين في الثمن، كتراوح الاثمنه ديالهم ما بين 5000 و 6000 درهم. علاش كيختلف الاثمنه ديالهم؟ اول حاجه الى الثمن تاع الفوغ فرانك اينوكس ماشي هو الثمن تاع الفوغ هكا زاج كله بزاج، هادو كيكونوا طالعين في الثمن. تاني حاجه المينوتري اولا الساعه الا كانت بحال هادو كتكون شويه ناقصه في الثمن، ولكن الا كان فيها طابلو هكا كتكون شويه زايده في الثمن. المهم هما غير هاد لي زوبسيون اللي كيكون فرق في لي زوبسيون صافي. المهم الفوغ البنات كيجي على هذا الشكل هذا، كيهز 71 يطرو. بالنسبه للداخل ديالو كتجي هكا الباب ديالو هكا، شوفوا كيف متينه ما شاء الله متينه. كيكون فيها 2 زجاجات، هنايا 2 تاع لي غري وفيهم 2 تاع الصواني الصينيات ولا البلاطويات، المهم كي كتقولوا لهم نتوما. هنايا وحده كتكون رقيقه وهذه كتكون غارقه لداخل وفيه الفرفاره لداخل. وفيه بلوس هنايا واحد بحال الباسينه هكا فين تعمري الماء الا كنتو باغيين طيبوا هكا شي حاجه افابور ولا النيطواياج. المهم غادي نفهمكم هذيك كلاش كتصلح. هنايا بالنسبه لهاد الفيتر هذه راه كتقلع، فيها واحد البوطونات هنايا ها هما شفتوهم هاد البوطونات هادو توطي عليهم من هنا ومن هنا وكتقلعي هاد الزجاجه الا بغيتي تغسليها لداخل صافي. كتجي على هاد الشكل هذا ها نتوما كما قلت لكم فيه 71 يطرو. جو سوي تري ساتيسفيت البنات صراحه، انا ما شاء الله عليه زوين بزاف. بالنسبه لهنايا كاين هذا عنده علاقه مع درجه الحراره، وهادي المينيتري، وهادو هنايا البرامج ديالو اللي غادي نهضر لكم عليهم. بالنسبه لي فونكسيون البنات كنتو بزاف سولتوني قلتوا لي عطينا معلومات على الفران. البنات بالنسبه لا ريفيرونس الكاتالوج ما عرفتش فين، راه الا لقيت الكاتالوج راه غادي نخلي لكم لا ريفيرونس ديالو. بالنسبه لي فونكسيون راه فيه ملتي فونكسيون، هو اصلا سميتو فوغ فرانك ا ملتي فونكسيون. الفونكسيون الاولى اللي هي هذه كتشعل غير البوله لداخل، ها نتوما تشوفوا على هذا الشكل هذا.
الفونكسيون الثانيه اللي هي هاد الفونكسيون هادي كيشعل ريزيستون الفوقاني والتحتاني، يعني الحراره كتكون الفوق والتحت. هادي كتنفع فوقاش الا كانت عندكم شي حاجه اللي خاصها الطياب فريمون تشد الطياب بزاف بزاف، بحال مثلا اللحم، شي جيكو بغيتو يطيب في الفران، شي حاجه كتشد الطياب بزاف، هذه هي اللي غادي تنفعكم. فيهم واحد السامبول اللي هو هذا سامبول دو نيتواياج، سيتادير هذا الفور كينيطوي راسو براسو، ولكن ماشي نيتواي راسو براسو غادي يطلق الصابون داكشي غادي نفهمكم. المهم البنات كديروا الا بغيتو تنيطوايو اولا تغسلوا الفران ديالكم، كديروا هنايا كديروا هاد الفونكسيون هادي هنايا، وكديروا 30 دقيقه هنايا، وكديروا درجه الحراره 90. ها هي هنايا، ها هو السامبول ديالها هنايا، شفتوه درجه الحراره 90 على هذا الشكل هذا وصافي. وكديروا هنايا 250 هنايا، ها نتوما البنات 250 امال تاع الماء، 250 مليلتر تاع الماء وصافي. وكتسدوا عليها البنات حتى يصوني عليكم، حتى يكمل ويصوني عليكم. هو البنات راه واخا يكمل واحد الحاجه، واخا تكمل الدقائق اللي تكونوا دايرينه هنايا راه ما كيطفاش خاصكم نتوما تطفيوه. المهم من يصوني عليكم صافي تجيبوا واحد الطغشون وتمسحوه، وها هو منيطوايي مزيان. وهاد الخاصيه هذه البنات اللي هو يشعل الفوق والتحت بالفونتيلاتور. دونك هذه حتى هي شي حاجه الا كان خاصكم الطياب وخاصها توزع الحراره على ديك الماكله كامله، مثلا اللحم ولا بساطل ولا وبغيتوهم يطيبوا، دونك هذه غتوزع لكم الحراره على الماكله كامله اللي كتكون داخل في الفران. هاد الخاصيه هذه البنات الكغي، يعني الكغي الا بغيتو تحمروا شي حاجه دونك كتشعلوا عليه الفوق. هاد الكري الفوق ديما من تشوفوا هاد الكاري هذا راه معناته وسط الفران، يعني وسط الفران، وهذا راه الفوق يعني الكري الفوقاني. دونك هذا البنات هذا التحتاني هذا كري مع الفرفاره، الا بغيتوه يوزع داك الحراره ولا باش يحمر، بحال مثلا شي حاجه خاصها تحمر مثلا الدجاج ولا بغيتو تحمروه بغيتو كله يجي في لون واحد، كديروا هاد الخاصيه هذه. هاد الخاصيه اللي هي ديجيفراسيون، هذه الا كانت عندكم شي حاجه كونجلي وكنتو مزروبين وخاصكم ضروري ديكونجلا، كديروا هاد الخاصيه هذه في الساع كديكونجلا ديك المهم هذيك الحاجه اللي عندكم في الفران. هذه يعني الفور يشعل غير من تحت. دونك هاد الخاصيه زوينه صراحه. المهم الكيكات البساطل حتى هي الا بغيتو شي حاجه طيب من التحت مزيان عاد تشعلوا عليها الفوق. دونك كاينه هاد الخاصيه هذه زوينه. البرنامج هذا البنات اللي هو الفرفاره، يعني لمن كيصلح الا درتو بزاف نتاع الحوايج يطيبوا او ميم طون، يعني بحال مثلا الا كانوا عندكم الخبز اضطريتوا انكم طيبوا 4 تاع الخبزات دقه واحده ولا شي حاجه دقه واحده، غادي ديروا هاد الخاصيه هذه اولا هاد البرنامج هذا. حاجه اخرى لا بد نقولها لكم البنات، هو انها الفرفاره لداخل فيها ريزيستونس ديالها، يعني فيها الحراره ديالها لداخل كتطلقها هي بوحدها. الا درتو غير هذا البرنامج هذا راه هو بوحدو غادي يطيب وغادي يوزع الحراره على الفران كامل. ممكن كما قلت لكم الا كان عندكم 2 بساطل ديروا 2 بساطل او ميم طون غادي يطيبوا دقه واحده لداخل. هذا البرنامج هذا يعني كل ما يتعلق بالحلويات وبلا باتيسري وداكشي، خبز كيكات لي جينواز بات فويتي اي حاجه اديروا هاد الفونكسيون هذه معناها الفران شعل تحت بالفرفاره، يعني كيشعل غير تحت بالفرفاره. دونك هذه صراحه زوينه البنات. حتى لهنا غادي نخليكم انايا. نتمنى نكون جاوبتكم كاملين. الا كان عندكم شي تساؤل اخر ولا شفتوني نسيت شي حاجه غير سمحوا لي، خليو لي في لي كومونتير غادي نجاوبكم المره الجايه. وتبقاو على خير، على بروشين ان شاء الله. بعتكم زوينه زينه قلها هذا ليها وهذا ناكلها. يلا كليها. عيباتك بزاف ولا شويه؟ بزاف. وهاد الشكوله هي اللي مزيانه، هاد الشكوله هي اللي زوينه ماشي الكيكه. جات زوينه البنات، جات رطيبه.